في القرآن الكريم معاجز ومعجزات الأنبياء وكرامات الأنبياء، والله سبحانه وتعالى لما يذكرها لا يذكرها اعتباطا أو من غير هدف. كل آية في القرآن لها هدف ولها غاية عظيمة لبناء الإنسان. هذه المعجزات ترسخ الإيمان في القلوب وتجعلك تتقبل الواقع والحقيقة. 124 ألف نبي، كل نبي عنده مئات المعجزات، الله يعلم ويشهد. كل هذه المعجزات موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله عندما قبض وارتحل إلى الله لم يأخذ هذه المعجزات معه، لأن هذه المعجزات جاءت للبشرية للناس، فتركها عند أهل بيته. ترك المعجزات عند من يحفظ المعجزة وليس عند من يضيع المعجزة. الآن لما تقرؤون القرآن الكريم ما من آية إلا وفيها معجزة، أقولها بكل صدق أحبتي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ التدبر يفتح أقفال القلوب وتنفتح أمامكم أبواب وآفاق واسعة لمعرفة الحق. الآن من المعجزات الموجودة في القرآن معجزات عيسى سلام الله عليه، أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي العميان ويحيي الموتى. عيسى يحيي الموتى. فكما أقول لكم عندما تقرؤون في زيارة وارث للإمام الحسين سلام الله عليه: السلام عليك يا وارث عيسى روح الله مثلا، يعني فمعناه أن الحسين سلام الله عليه ورث العلم وورث المعجزات كلها من عيسى، عنده موجودة وأكثر. فما دام عيسى يبرئ الأكمه، الحسين يبرئ الأكمه. ما دام عيسى يشفي العميان، الإمام الحسين يشفي العميان. إن ما أخذت الإمام الحسين كنموذج لكم أحبتي. إذا عيسى ابن مريم يحيي الموتى، الإمام الحسين أيضا يحيي الموتى. ما الفرق في ذلك؟ السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. فعيسى عنده قدرة على إحياء الموتى، هذه القدرة ورثها الإمام الحسين سلام الله عليه، وورثها الإمام علي سلام الله عليه من رسول الله، وموجودة عند رسول الله أن أهل البيت يحيون الميت يحيون الموتى. تأملوا جيدا، ليس فقط يحيي الميت الذي مات جسدا وبدنا، لا، يحيي القلوب الميتة، يحيي القلوب الميتة، يحيي النفوس الميتة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مرة أحياها، أحيا هذا الإنسان بالطعام، يعطيه طعام فينتعش، لكن أحياه أن أخرجه من الظلمات إلى النور بإذن ربه.